مشاهدينا السلام عليكم. في حلقة اليوم كنتواجدوا في مدينة الوطية أو شاطئ مدينة طنطان. الشمس محتشمة، مياه باردة والشاطئ ممتلئ عن آخره، صافرات من هنا وهناك. غنقربكم اليوم مهنة السباح الموسمي أو السباح المنقذ اللي غنتعرفوا عليهم وعلى عملهم ودورهم طيلة العطلة الصيفية. نخليكم مع الروبورتاج. شاطئ طنطان أو مدينة الوطية الشهير في الأقاليم الجنوبية. الساعة 7 صباحا يلتقي السباحون المنقذون بمركز الوقاية بالشاطئ. يحضرون تجهيزاتهم ليجهزوا مراكزهم بوسائل الإنقاذ. ينزلون زورق الوقاية المدنية تحسبا لأي حالة غرق مفاجئة، كذلك برج المراقبة الخاص بمعلم السباحة. يجتمعون حول معلم السباحة الذي يعطي للسباحين المنقذين بعض التعاليم وكيفية التعامل مع المصطافين، ويتم تقسيمهم حسب المراكز، ليلتحق بعد ذلك كل واحد منهم إلى مركزه ليبدأوا يومه. صافرة الإنذار تنطلق لتنذر السباحين بضرورة العودة والسباحة في المكان المخصص لها. في الصباح كان الجو زوين وكان البحر هائج بواحد الدرجه ما تخيلش، ومن السباحه يعني ان دابا في العشيه كيكون داك السرحال تاع البحر كيكون قاصح فهمتي، ومع العالم الاسود يعني ممنوع السباحه، ومفضل هكا كنتساعد مع الانسان باش يعوم باش يعوم فهمتي، وكتصعب شويه الخدمه في العشيه. فهذا ان الدراري كنحييهم خدامين بشكل جيد، والحمد لله ما هذا العام ما كاين حتى شي غارق اللي يقدر يغرق فهمتي، والمصطافين الحمد لله راهم في امان وكلشي بخير الحمد لله، غيدوز داكشي بخير الامور والدراري راهم خدامين. يلتحق الملازم الأول بالشاطئ لإعطاء بعض التعليمات للسباحين المنقذين، فأمواج الوطية لا تهدأ، والمصطفين يدركون أن الشاطئ يحتاج لكثير من اليقظة والانتباه قبل التفكير في السباحة فيه. حالة الغرق تتكرر باستمرار، هذه واحدة منها. ينقلون الغريق إلى مركز الحراسة. يتصل الملازم الأول بأب الغريقة ليعلمه بما جرى، ينقلونها بعد ذلك مباشرة في سيارة الإسعاف. الحمد لله كما شفتوا الدريه اللي غرقات الان خرجت بسلام بفعل المجهود ديال الدراري صحابي وبفعل المجهود ديال الشاف ديالنا الحمد لله. والحمد لله كان البحر واخا كان البحر شويه صعيب اليوم، حاولنا ندركوا الموقف ونديروا جميع ما استطاعتنا باش نديجاجيو بنادم من لا زون اللي فيها لو دونجي، والحمد لله راه دروكا صيفطناها للوبيطال وغتلقى جميع العلاجات ديالها ان شاء الله. خلال فترة نهاية الأسبوع يستقبل شاطئ الوطية الكثير من المصطافين من مختلف الشرائح الاجتماعية والأعمار، ومن الطبيعي أن يولد الاكتظاظ المزيد من أعباء المراقبة والإنقاذ بالنسبة للسباحين المنقذين. ففي المساء وعندما يكون البحر في الجزر تكثر حالات الغرق بسبب قوة التيار، فيسرع السباحون المنقذون ويخرجون الواحدة تلو الآخر. في غياب واضح هذه السنة للجيت سكي الذي تعطل وإلى الآن لم يتم إصلاحه. عند نهاية الدوام اليومي للسباحين المنقذين يعيدون أدوات الإنقاذ وبرج المراقبة وكذا زورق الوقاية المدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف ما كتشوفوا النهار داز زوين عندنا، كانوا لي نوايي بزاف، وكيف ما كتشوفوا درنا مجهودات جبدناهم.
كان اليوم عندنا البحر خايب بزاف. الناس كيجيو يصيفوا عندنا من جميع المدن، ما كنحرموهمش من هذا البحر هذا. كنديروا لهم بلايص، كنحاولوا نديروا لهم دي بلاص اللي غادي يقدروا يعوموا فيهم مرتاحين وزوينين. و كنبغي ننصح كاع المصطافين يبقاو يسمعوا كاع الهضره ديال لي ميتر ناجور، لان كنشوفوا كاع الناس كاينين شي اكثريه تقريبا ما كيبغوش يتفهموا لي ميتر ناجور. كتقول لهم هضره ما كيسمعوش لك، شي كيبدا يسب، شي كيبدا سميتو. ولكن المهم الحمد لله حنا الخدمه ديالنا كنديروها في سبيل الله. ليجتمعوا حول معلم السباحة ويعطيهم تقييم وحصيلة اليوم. وفي جو من المرح يعبرون عن سعادتهم بعد اجتيازهم يوم شاق بدون أي خسائر بشرية.